يقال إن الهضم بيبدأ من المناخير. لو أنت بتشم الأكل قبل ما تاكل يبقى الفيديو ده ليك. بص يا سيدي، 70-80% من حاسة الشم مربوطة بشكل مباشر بحاسة التذوق. الطعم اللي بنحسه مش بس من اللسان، لكن من الروايح اللي بتوصل المخ عن طريق الأنف. أول ما بنشم الأكل المخ يبعت للمعدة يقول لها ابتدي افرزي عصارة الهضم، يقوم اللعاب يزيد فده يجهز الفم للهضم، يروح الجسم متوقع الأكل اللي داخله. المرحلة بقى دي كلها اسمها مرحلة التحضير للهضم. كمان الشم بقى بيلعب دور دفاعي. لو شمينا أكل ريحته وحشة المخ يديك إنذار يقولك وقف، وده يحميك من التسمم أو إن أنت تاكل أكل فاسد. علشان كده مناخيرنا لما بتبقى مسدودة واحنا عندنا برد ما بنحسش إن أكل ليه طعم، وده لأنه المخ محروم من الروايح اللي بتكمل تجربة التذوق. ده كمان الروايح بتحفز الذكريات والمشاعر. مش أوقات تروح تشم ريحة تقول ياه أنا كنت بشم الريحة دي في البيت ده أو في المكان ده أو فنجان القهوة ده فوقني من غير ما أشربه؟ هو ده الخلاصة، الشم قبل الأكل مش عادة عشوائية، ده نظام ذكي ربنا خلقه عشان يحضر الجسم للهضم ويحميك من الأكل الفاسد ويخليك تستمتع بالطعم أكتر. ابعت الفيديو ده لحد لازم يشم الأكل قبل ما ياكل. أنا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فونيا. أشوفكم الفيديو اللي جاي.